فضيلة الشيخ، عندي سؤالان. الأول، هل تجوز الترجمة الحرفية للنصوص المتشابهة من العربية إلى لغتنا العجمية؟ طيب، لا نقف عند ذلك قبل السؤال الثاني. بعد الإجابة إن شاء الله. طيب. ترجم من فضلك. الشيخ عمر ويوخ حفظه الله قرآن شرح سنة شرح حديث كادولج دول حماجل تصدولج دول حماجل بوكوان بيريوت ارسمت الأرض بوكوان بيريوت سارغ يحكى شو تحق ديال كل مختار وعن شيخ كيت يترلج مثلا ديال ميت جيولوج وعن كيت يترلج دو ديال زام شيخ عليلج وعن كيت يترلج دو ديال ماجين جيولوج وعن شيخ كيت يترلج دو القرآن شرح سنة شرح حديث كادولج دول ستيب دولج دول حماجل بوكوان بيريوت يحكي شيء سنة أصدقائك. الترجمة المتعلقة بالقرآن الكريم إنما تكون ترجمة لمعاني القرآن وليست ترجمة لكلمات القرآن. قرآن شو حديث دولج دول حما ليست ترجمة للقرآن نفسه، إنما ترجمة لمعاني القرآن. نعم. قرآن ما عندش خلج قرآن شو حدين دولج دول هار دولج دول دشتر كودش كاس تاندش أكل من شاء دوش وقتش تاندش أكل من شاء دوش وقتش اشتياجات استرجم ترجم قرآن آية عربي مثالي عدي شاش وتها سو قرآن آية تفكيت دولج دول ما عندي اصدح أو ديزجدر. ولذلك فإن أي تركيب قرآني لابد أن ننظر إلى معناه لأن المنقول هو المعنى. صدق وياخذ فت قرآن شرح ваш جول предложение с предложением ши хар цадо шало деш тиха ваш гол дош нудис предложение мис с предложением хар деша каста деша мааниш седеш с ердиги предложение теркля цоглоуж долуж дол маан хадах дезвей. والنصوص المتشابهة وقف علماء المسلمين بإزائها موقفين: إما أنهم أولوها تأويلا إجماليا فقالوا ظاهرها غير مراد ولا نعين معنى تفصيليا لها، هذا مسلك يسمى بمسلك التفويض، أو عينوا معنى من المعاني المحتملة وهذا مسلك التأويل. قرآن شرح وما متشابه يا دولج دش نصوص الآيات دش بقوة بديوت حياة شو ديال كل مختروي عن شركات يترلج دولج حماش عالم يعرف شو بزيسي سهاقة تأويل داخل البزيسية تفويض داخل البزيسية تفويض داخل ده قرآن شو حدين دولج دش سمعن داخل عن إتش إجر حلق سبوا ديال زفت ديال كل مختروات عن خادم بي صوت عفت صوت سجيشي لوج در يعني أولش ديال أسخور يعني عدد صوص أزيد سحبازيسي شو الله يوجد بازيسية سقوران شو حدين دولج دول أزدوش بقوان سن بريود يوقت صور بقوان بريود يحكش يحسن سكان خادم دوتسو أم بطن ملغ يتسن أقمت تجي بريود يعني أولش ترجم دش ملغ معن وقت دسن يعني أولش ديال سقوان دولج دول معن حد وقت إذا شو الله يوجد بازيسية. ولذلك فإن ترجمة معاني هذه الآيات لا بد ألا نقف به عند ظاهرها الذي تدل عليه اللغة، لأنه إذا نقلناه إلى لغة أخرى سيفهم المتلقي من هذه اللغة الأخرى غير ما يفهمه العربي من هذه الكلمات، فلا بد أن تؤول بوجه ما في أثناء الترجمة لكي تؤدى بمعانيها الصحيحة. صدق القرآن شو حدين دولج متشابه يا دولج حم سن ما عندش خان поверхность буквально его перевод ищется они аж поверхность буквально перевод я что ده с перевод я ищинка перевод я его метцание арби метали бушхулус с суши перевод я метцание с айта давай хажиш с адишич с адиша شو لا перевод يلا عربي مثالي إزلاق تشخن عربي شو صحكت تشخن الكتب ده تصوص عربي شو قرآن شو أوريجينالي استيك إزلاق تشخن صحكت تشخن يولجو смысл كتب جاز перевод بوكواني يا شو ده
حنيالوش بوكوان перевод صغلو جواتسندا. وإلا كيف سنترجم الرحمن على العرش استوى؟ هل سننقلها إلى اللغة الأجنبية فنقول إن الإله له عرش كرسي عظيم كذلك الذي يجلس عليه الملوك يذهب الإله فيجلس عليه ويستقر؟ الرحمن على العرش استوى يا عشان هذا فاد دوي اصدق متشابه دولج دول قرآن شو حدين دولج دول آيات الرحمن يعني ألش ديال سوكيت يشتغلش عرش ياخد نقع سنة عرش ياخد شوف كريستول أن ما عنده يحتاج لابد شاحي دوخت غانتز أن ما عنده يحتاج ديال ستوغا وها أخو يا ما عن كتب دسن بوكوان نبيري ودش بوكوان نبيري ودش اسمه لي سوكيت اسكيت دي شوي يشاع تعرف بل لابد أن تترجم الصوت راح بل لابد أن تترجم هذه الآية بلوازمها. ديال ثاني توم بولش تبكتديز ويز آية الرحمن على العرش استوى ان يالوش ويسؤال تحكيت دجدر سؤال بوكوان نبيري وتحيا قاشون تحيا تصبوتي كات دجدر دي ازد سوخكيت دجدر اسفيا قد يعني يالوش لكن بوك ده بتشح شي دوق تجغان بتأخينو يعني يالوش مثلا правитель вознесся на трон Ялуч, овладел троном Ялуч, я воссел на трон Ялуч, событиках деждерфут. Дерлигитсен мул калхалар, дерлигитсен дуала калхалар, дерлиги хама дуала исхалар, измади событиках деждер. So буквально значение вытиках деждер довой диалогах тиги шахадах деждер йохцу. Диалог буквально сани аршит ахайну, я маан дат солоуждар. Амбагда патчах аршит ахайч. Соой кетдер фудер исен дуала ирзат. Патчах алкетсен дуала ирзат, сен дуала ирзат. So вытиках деждер ужил смысл изивай кетер соойохцу. سؤالك الثاني؟ شكرا.